يا رب اجعل كل أيامنا سعادة وهنا وسرور. يا رب اشفي كل مريض وارزق كل مشتاق. يا رب باركنا في أولادنا ووفقهم ونجحهم وارزقنا برزقهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل ويا صباح النشاط والورد والياسمين على أطيب قلوب في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وأحسن حال. أهلا وسهلا بكل حبايبنا من بصر خليكم بس شفتونا نورتونا القناة البسيطة جدا متواضعة. والله ما عارفة أقول ايه على تشجيعكم ووقفتكم معايا وكلامكم الجميل. أنا رجحت بتشجيعكم ووقفتكم معايا وكلامكم اللي عطيتولي طاقة إيجابية وعطيتولي أمل. وكمان الولاد كانوا زعلانين إن هسيب القناة، قالوا يا ماما استمر وإن شاء الله خير. ربنا يخليكم ليا يا حبيب قلبي، جزاكم الله ألف خير. لازم نقف جنب بعض ونشجع بعض في الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي. ندي لبعض أمل وتفاؤل ونسند بعض وندي لبعضنا طاقة إيجابية وندي لبعضنا أمل. هي الحياة. الحياة صعبة ولازم ما نعرفش الحياة ما نعرفش نستمر لوحدنا، لازم كده نكون مع حبايبنا، نسند بعض نشجع بعض. جزاكم الله ألف خير وجزاكم الله ألف خير على كل اللي انت عملتوه معايا ولا أفكم معايا نستمر وأدخل مصدر رزق لأولادي. جزاكم الله ألف خير. وأتمنى منكم يا حبايب قلبي تشجعوني وتقفوا معايا أكتر وأكتر وتشاهدوا الفيديو كده للآخر وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو كده لأصحابكم وقرايبكم. ويا حبيب قلبي تسريع الفيديو ما استفدش منه حاجة، أتمنى ما تسرعوش الفيديو. جزاكم الله ألف خير. أنا أصلا بحاول ما بطولش عليكم الفيديو عشان يبقى بحاول أعمل فيديو قصير على قد ما أقدر عشان يبقى مش طويل عليكم. أنا عارفة بتقل عليكم عشان أنا بطلب منكم عشان انتوا عارفة إن انتوا أطيب قلوب في الدنيا وهستعدوني تقفوا معايا. النهاردة إن شاء الله كده فيديو كده لطيف كده وظريف كده خفيف كده على قلوبكم إن شاء الله. أنا دلوقتي كده جبت شوية بسلة كده هفرزهم كده دلوقتي بقى وقت التفريز. البسلة جميلة جدا وكويسة، هفرزها بقى للصيف بقى إن شاء الله بإذن الله. ودي مش هستخدمها في رمضان إن شاء الله بإذن الله كده لو لنا عمر، إن في رمضان هيبقى تبقى البسلة لسه موجودة، دي هخليها بقى للصيف إن شاء الله بإذن الله. شايفين رودي بقى جابت بقى الدبدوب بتاعها. الدبدوب ده يعني ما بيسيبوش خالص، حتى ما بتنام تاخده معاه، حتى ما تيجي تخرج تقول يا ماما باخده معايا وتوكله الشرب كانه بقى كانه طفل قدامها. هي تقول لي النونه النونه يا ماما وتيجي يعني تلبسه وتغطيه تقول لها النونه النونه عشان البرد النونه مش عارفه ايه. هم الاطفال كده. ربنا يخليكم اولادكم يا رب. دلوقتي كده هقشر البسله كلها وهنعملها بطريقه بسيطه جدا، يعني بطيء منتهى السهوله. والطريقه دي كمان احسن طريقه الصراحه، احسن ما تحط بقى في ميه مغليه وفي ميه بارده. طريقه الميه المغليه والبارده دي تلقى البسله استلقت معاكي كده وتيجي تطبخيها كانك كان مش طبيخ، كانك سلقه البسله، تبقى طعمها مش كويس. فالطريقه دي والله كانك جايباها كده لسه من السوق، تفضل طازه كده ومحتفظه بلونها الاخضر ومحتفظه بطعمها، جميله جدا وما تتهريش ولا يجرى لها اي حاجه. هوريها لكم دلوقتي يا حبيبه قلبي. خلاص بقى الكميه بقى كلها. يا رب الفيديو كده يكون خفيف كده ويعجبكم. هي قعدتها بقى راح تلعب في حاجات وقعدتها هنا جنبي. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. في ناس من حبايبي بدك قالوا اعملوا افكار مختلفه، فيديوهات مختلفه ان شاء الله بسم الله. انا بفكر كده في فيديوهات مختلفه عن الروتين. يا رب ان شاء الله خير، ان شاء الله خير ان شاء الله باذن الله. احاول كده انوح كده في الفيديوهات زي ما قلتوا لي عندكم حق. ان شاء الله باذن الله كده اشوف كده افكار كده والحباب وحباب قلبي كده لو عندكم افكار قولوا لي عليها. جزاكم الله الف خير. طبعا انا من الفيديو هيبقى طويل قوي في التقشير. انا هكمل بقية التقشير بقى كده البسله. أنا الصراحه التقشير كله بقى هياخد وقت طويل. انا اسفه جدا بقى ما حكيتش قصه النهارده، الصراحه القصص عاوزه يعني روقان. فانا الصراحه يعني الواحد صور كده بالعافيه، معلش سامحوني. ان شاء الله باذن الله في ده ان شاء الله باذن الله في ده الجايه ان شاء الله باذن الله نحكي قصص جميله وتعجبكم ان شاء الله باذن الله. انا خلصت كده الكميه كده كلها حبيب قلبي كده وهروق الدنيا الاول كده توكنس. وانا حاليا بقى البسله غسلتها وسبتها تصفى خالص. اهم حاجه تصفى عشان ما تحطها في الفريزر ما تعملش تلج وكده. بس ما بعملش فيها حاجه خالص، بغسلها واصفيها واعبيها في الاكياس على قد الكميه اللي الطبخه اللي هعملها. بس ما بعملش فيها اي افتكاسات واي حاجه. دي اسهل واحسن طريقه واضمن طريقه ان شاء الله باذن الله تعجبكم.
خلصت كده، خلصت كده وروقت، هفرش بقى السجادة. وكنت هخش على المطبخ كده بشوف بقى كده شغل المطبخ. قلت بقى هياخد، انت عارفين المطبخ اللي بيخش فيه الواحد بيدخل المطبخ بيبقى بنقص يبات فيه، يعني ما بيخلص من الاكل تنظيف لدعي المسيح. فقلت الاول كده كنت نشر شويه هدوم، قلت المهم كده اطبقهم و- واخش بقى على المطبخ. وانا الشقه بقى كنت مروقاها كده الصبح قبل ما اعمل البسله وكده، فالشقه كلها كده كده تمام. الم بقى الغسيل كده وما نشفوا بيشمسوا كمان يعني. عندي كمان شويه غسيل هغسلهم عبل ما يتغسلوا كده تكون خلصت بقى شغل المطبخ وكده وانشرهم واطبقهم. لو سبتهم كده هكسر عليهم، لو سبتهم وعمل ما اعمل الاكل وكده واحد هيكسر. فاول باول كده الواحد ما يكسرش. كمان هسيبهم بقى بالمنظر ده يبقى يكركبوا المكان كأن الواحد ما روقش البيت ولا عمل حاجة. لا تأجل عمل اليوم إلى الغد فعلا. لو ساب الحاجة الواحد كسل عليها خالص. الصراحة أني التطبيق ده ما بحبش التطبيق، سبحان الله يعني. بس غصبا عننا هنعمل يعني نعمل ايه. انا بعد ما طبقت كده زي ده كان جاي على الاخر، قلت لك انت جاي على الاخر تعملي ايه، خلاص خلصت. يا رب كده الفيديو يعجبكم، يبقى لطيف خفيف على قلوبكم كده حبايب قلبي. والاكل النهارده يعني اكله اقتصاديه، ما فيش اساسا اكله اقتصاديه دلوقتي يعني الحمد لله. فعلى قد ما نقدر كده بنعمل اكلات على قد الايد على قد ما نقدر. يعني اكله بسيطه جدا ما فيهاش لا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه. معايا كده حبيب قلبي كده حبه بطاطس، بطاطس صغيره. مش هعمل فيها اي حاجه، هي كل الحكايه هغسلها كويس جدا واسلقها واحمرها، تبقى طعمها جميل جدا. واخد شويه اللي هم المستويين قوي هعملها بتتبيله كده حلوه. بس قلت كمان اقلي كده حبه فلفل، يعني ابو يوسف بيحب الفلفل ده قوي، يعني بحب اي اكله جنبها شويه بتنجان مخلل، شويه فلفل مخللين، طماطم مخلله، يعني اي حاجه جنب الاكله كده بتفتح النفس يعني. فهو بيحب الفلفل كده المخلل، عامله بدقه كده حلوه. قليتهم كده قلت اقليهم الاول كده عبال ما سبت البطاطس كده لقيتها في ميه بارده كده تبرد واقشرهم. واقشر بقى البطاطس كلها كده وشويه لقيتهم اللي هم مستويين قوي كده ههرسهم كده واعملهم بتتبيله زي ما قلت لكم كده حبيب قلبي. تبقى برضك صنف جنب الاكل برضك. يعني البطاطس دي تتعمل يعني بقاش لها كذا طرق، تعمل بطريقات كتيره يعني جميله. هنا بقى اطلع بقى الفلفل. بس خلي بالكم بقى الفلفل ده يعني يا غدار شويه، ممكن يطرش لا قدر الله ولا اي حاجه، خلي بالك. هنا بقى احط البطاطس تتحمر، وشويه المهروسين قوي دول زي ما قلت لكم هعملهم. وحطيت الفول كده يسخن. الفول ده يعني بعمله في البيت اوفر بكتير واحسن كمان. يعني الواحد بيشتري من بره 5 جنيه العيال ما بتشبعش، يعني ما بيكفيش محدش مش عارف ياكل اساسا. هنا بقى التتبيله حبيبه قلبي كده للفلفل. حطيت شطه، دقيت شطه كده حاميه. دقيت حوالي 4 فصوص توم وكمون وفلفل اسود والملح.